سارع لتصحيح أوضاعك. الحملة ديت للأجانب المقيمين على جمهورية مصر العربية، سواء يمني أو سوري أو سوداني أو غزاوي فلسطيني. الحملة الحكومة المصرية عملتها سارع لتقنين أوضاعك. لازم تروح مصلحة الجوازات وتقنن وضعك في جمهورية مصر العربية لتقنين الوضع بتاعك، علشان خاطر لمعرفة أعداد المقيمين على جمهورية مصر العربية، وكمان تقدر اللي انت تتعامل في جمهورية مصر العربية بالكارنيه اللي هيطلع لك وتصحيح الوضع. هقول لكم المنشور بالظبط اللي طالع من الحكومة المصرية لتقنين أوضاع المقيمين على أرض جمهورية مصر العربية. أطلقت الحكومة المصرية حملة سارع لتصحيح أوضاعك لتشجيع الأجانب المقيمين على جمهورية مصر العربية لتصحيح أوضاعهم وسداد رسوم الإقامة لتسوية أوضاعهم وتجديد إقامتهم لاستثمار إفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقامة لهم. كافة الخدمات الحكومية، يعني انت لو انت مقيم على جمهورية مصر العربية لازم تقنن أوضاعك علشان تستفيد. عايز تروح مستشفى حكومية، عايز تقدم في مدرسة، عايز تقدم في جامعة، لازم تبقى مصحح أوضاعك خلال المدة التي حددتها جمهورية مصر العربية أو الحكومة المصرية. تمام. الحملة والتي تنتهي 30 يونيو 30/6. تقنين الأوضاع هينتهي 30/6، فسارع وروح مصلحة الجوازات وقنن وضعك علشان تقدر ان انت تستفيد من الخدمات الحكومية اللي موجودة على جمهورية مصر العربية، وكمان حصر الأعداد اللي موجودة من المقيمين في جمهورية مصر العربية. حيث دعت الحكومة المصرية الاثنين 15 إبريل 2024 كافة الأجانب المقيمين على أرضها للتوجه للإدارة العامة للجوازات. روح الإدارة العامة للجوازات لتسجيل بياناتك والحصول على بطاقة الإقامة الذكية لتصحيح بياناتك والإقامة، وتاخد كمان البطاقة للإقامة الذكية. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعدات أعداد الوافدين على مصر وسط محيط إقليمي متوتر مع اندلاع الكثير من الأزمات السياسية والمواجهات المسلحة في بلدي عربية شقيقة مثل سوريا واليمن والسودان ومؤخرا غزة. وليس المرة الأولى التي تهيب القاهرة الأجانب الموجودين في مصر لتقنين أوضاعهم، فقد سبق أن دعت شهر يناير 2024 أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم ضمن إجراءات بدايتها في تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمة لرعاها تعد الأولى من نوعها منذ سنوات. ولذلك حينما بيان من مجلس الوزراء بأن الحكومة بدأت تقنين أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمة لرعاها بدون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج. الحكومة المصرية بتدعوك اللي انت تروح تقنن وضعك، تسجل بياناتك في مصلحة الجوازات، حصر الأعداد المقيمين في جمهورية مصر العربية من الأجانب، يمن، سودان، سوريا، غزة. قنن وضعك وروح مصلحة الجوازات واقعد في أمان. طبعا انت قاعد في أمان كده كده، بس قاعد من غير بيانات. حتى لو انت جاي بهجرة غير شرعية، قنن وضعك وروح مصلحة الجوازات وسجل بياناتك علشان خاطر الحكومة المصرية تعرف أعداد المقيمين على أرضها، وكمان تعرف إقامتك انت قاعد فين، أو انت ليك أو عليك، أو انت توفر لك الخدمات الحكومية ليك بدون أي إزعاج أو بدون أي مشاكل أو كلام أو أي كلام بيحصل على موضوع ملف اللاجئين. كلكم قاعدين في الأرض المصرية في أمان، ويا رب يحفظ بلدنا ويحفظ بلادكم وتتصلح بلادكم. وطبعا لازم تقنين الأوضاع علشان خاطر تبقى قاعد مستفيد من الخدمات الحكومية. تحيا مصر، تحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وتحيا مؤسساتنا، وتحيا حكوماتنا، وتحيا وزاراتنا.